اكتر افلام مستنيهم في 2024. الفيديو حرفيا فيه كميه افلام كتيره جدا ولا اجمل من كده. افلام كتير عربيه وافلام كتير اجنبيه، بس الجزء الاول اللي هنبدا فيه هو الجزء بتاع الافلام العربيه. من غير كلام كتير نروح لاول فيلم ولاد رزق الجزء الثالث. اخراج طارق العريان. طاقم العمل احمد عز واحمد الفيشاوي وعمرو يوسف واحمد داوود وكريم قاسم. القصه بتاعت الفيلم بعد خروج معلم صائب من السجن بيتعاون مع شربيني وبيقرر الشايب انه ينتقم من ولاد رزق. فيلم فرقة الموت، وده من اكتر الافلام صراحه اللي انا بستنيهم، لان في كميه ممثلين كتير جدا صراحه. فكره ان هم كلهم فيلم واحد ده اكتر شيء محمسني. طاقم العمل بتاع الفيلم عد معانا يا معلم: احمد عز واسر ياسين ومنى شلبي ومحمود حميده وامينه خليل ويومي فؤاد وعصام عمر ورشدي الشامي وشهان شماشربي وعلي صبحي. فحرفيا في كميه ممثلين في الفيلم دوت مفيش اجمل من كده. هتدور الاحداث حول قصه حقيقيه حصلت في صعيد مصر في اربعينات القرن الماضي. نروح للفيلم اللي بعده. فيلم السراب من اكتر الافلام اللي بقالها فتره كتير جدا ما بتنزلش، رغم ان هو اعلن عنها ان هي هتنزل كذا مره، كل شويه تتاجل. بس الفيلم دوت اتاخر مهما اتاخر انا كده هستناه بفارغ الصبر. يكفي ان هو من بطوله احمد السقا ممثلي المفضل، وفيلم من اخراج احمد نادي الجلال وتاليف عمرو عبد الحليم. طاقم العمل احمد السقا مصطفى فهمي وهند صبري وعمرو عبد الجليل. الفيلم بيسلط الضوء على واقعه ذبح 21 مصري في ليبيا قيام الجيش للتصدي للجماعات الارهابيه اللي عملت كده. الفيلم اللي بعده وقفة الرجالة الجزء الثاني، إخراج أحمد الجندي وتأليف هيثم دبور. طاقم العمل ماجد الكدواني ويومي فؤاد وسيد رجب ومحمد سلام. والفيلم اللي بعده فيلم كازابلانكا الجزء الثاني، إخراج بيتر ميمي وتأليف هشام جلال. طاقم العمل أمير كرارة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وأحمد فهمي. فيلم تلج احمر من بطوله احمد السقا، وقصته الفيلم هيدور في اطار اكشن والسقا هيبقى عامل فيه دور طيار، وفيلم من اخراج هشام الرشيدي وتاليف عمرو عبد الحليم. ونروح للجزء الاجنبي. فيلم ديدبول الجزء الثالث، تصنيفه اكشن وخيال علمي، اخراج شون ليف وبطوله ريان رينولدز، وميعاد صدور الفيلم 3 مايو. اكتر فيلم مستنيه في 2024، الفيلم اللي كان حرفيا كلمه ابداع قليله عليه، من اجمل الافلام اللي نزل في تاريخ السينما اصلا، فيلم الجوكر الجزء الثاني، تصنيفه دراما وجريمه، والاخراج لتود فيليبس، ومن بطوله خواكين فينيكس وليدي غاغا، وميعاد نزوله 4 اكتوبر. ليه كده؟ ليه كده؟ ده مخليها في اول السنه الواحد يتحمس اكتر، بس كده احنا هنستناه طبعا. والفيلم اللي بعده المهمة المستحيلة الجزء الثاني، تصنيف الفيلم أكشن وإثارة، وفيلم بطولة توم كروز وإخراج كريستوفر مات، وميعاد نزوله 28 يونيو. فيلم مملكة كوكب القرود، تصنيف الفيلم خيال علمي، وميعاد نزول الفيلم 24 مايو. فيلم الأنيميشن قلبا وقالبا الجزء الثاني، تصنيف الفيلم مغامرة وكوميدي، وميعاد نزول الفيلم 14 يونيو. فيلم جلاديتور الجزء الثاني، تصنيف الفيلم دراما تاريخي، اخراج ريدلي سكوت، من بطوله بول ميسكال وراسل كرو وبيدرو باسكال. ميعاد نزوله 22 نوفمبر. من اجمل الافلام اللي لازم تتفرج عليها صراحه، لان الجزء الاول كلمه كان عظيم قليله، ومن اجمل الافلام ممكن تشوفها في حياتك في تاريخ السينما اصلا. والفيلم اللي بعده فيلم كثبان الرمليه الجزء الثاني، تصنيفه خيال علمي ومغامره، من اخراج دينيس فيلينوف، وميعاد نزوله 2 نوفمبر. فيلم مفاسا، واللي هيسلط الضوء على شخصية مفاسا، يعتبر الجزء الثاني من فيلم ذا لايون كينج، وميعاد نزول الفيلم 5 مايو. فيلم كابتن امريكا الجزء الرابع، وميعاد نزول الفيلم 3 مايو. فيلم فينو الجزء الثالث، تصنيفه اكشن وخيال علمي، ومن بطولة توم هاردي، وميعاد نزوله 14 يوم. وبس كده، اعتقد الحلقه ما تنساش المتابعه في فيديوهات جديده زي الايام اللي جايه. ما تنساش تقول لي طبعا دي اكتر فيلم متحمس له في الافلام اللي قلتها كلها، وسلام.